اليوم الجمعة، حاول أزيد من 1000 مهاجر غير نظامي اقتحام سياج مدينة سبتة المحتلة، ووفق مصادر إعلامية، رصدت السلطات المغربية تحركات مشبوهة لمئات المهاجرين الأفارقة، ووجهت إنذارات للحرس المدني الإسباني لصد أي محاولة تسلل غير قانونية من الجانبين عبر مختلف نقاط السياج الحدودي بالمنطقة. كما قامت القوات المغربية باعتراض سبيل المهاجرين خلال محاولتهم اقتحام سياج سبتة، واستعملت قنابل الدخان لمنعهم من العبور، فيما كثفت السلطات الإسبانية موقع عناصرها قرب السياج الحدودي بسبتة. اليوم الجمعة، حاول أزيد من 1000 مهاجر غير نظامي اقتحام سياج مدينة سبتة المحتلة، ووفق مصادر إعلامية، رصدت السلطات المغربية تحركات مشبوهة لمئات المهاجرين الأفارقة، ووجهت إنذارات للحرس المدني الإسباني لصد أي محاولة